ثم يسير إمام زماننا حتى ينتهي إلى القادسية وقد اجتمع الناس بالكوفة وبايعوا السفياني. مراجع النجف وكربلاء على علم من أن الإمام في الطريق إليهم، فعجلوا بإصدار الفتاوى والبيانات كي تبايع الشيعة السفياني، وإلا كيف يحصل هذا؟ ثم يسير إمام زماننا حتى ينتهي إلى القادسية وقد اجتمع الناس بالكوفة وبايعوا السفياني. الحديث 205 في الصفحة نفسها، الحديث عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: يقدم القائم حتى يأتي النجف فيخرج إليه من الكوفة من؟ جيش السفياني. يخرج إليه من الكوفة ليس خائفا، إنه مطمئن لأن الكوفة قد بايعته، وإلا لو كان خائفا من أهل الكوفة والنجف من أنهم سيناصرون إمامهم لخرج من الكوفة احتياطا من دون أن يصاحبه أهل الكوفة. دققوا في كلمات الرواية: يقدم القائم حتى يأتي النجف فيخرج إليه من الكوفة من؟ جيش السفياني وأصحابه. أصحابه مراجع النجف والناس معه، عامة شيعة العراق الذين بايعوا السفياني، كما في الرواية التي قرأتها عليكم قبل قليل. يقدم القائم حتى يأتي النجف فيخرج إليه من الكوفة جيش السفياني وأصحابه. أصحاب السفياني، أصحاب السفياني أصحاب العمائم، والناس معه، وذلك يوم الأربعاء، فيدعوهم الإمام، يدعوهم ويناشدهم حقه ويخبرهم أنه مظلوم مقهور، ويقول: من حاجني في الله فأنا أولى الناس بالله، إلى آخر خطبته التي ذكرتها الروايات والأحاديث. فماذا يقولون له بعد أن يخطب فيهم؟ ارجع من حيث شئت، لا حاجة لنا فيك، وقد خبرناكم واختبرناكم، إلى آخر الرواية.